الذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. يسعد صباحكم يا صبايا، كيفكن؟ شو أخباركم؟ طمنوني عنكم، إن شاء الله تكونوا بخير. ما في أحلى من إنه الواحد يكون ساكن قريب على أخته، وقيمة ما إجا عباله يروح يشرب قهوة معاها. طلعت أنا وولادي من الصبح، وصلتهم على المدرسة، كان عندهم فحص، وبعدين كملت طريقي لعند أختي. يا رب الله يفتح بصيرتهم ويكتبوا كتير منيح، لأنه كتير تعذبت بالدراسة معاهم. بتعرفوا المنهاج جديد عليهم وبدهم وقت ليتأقلموا عليه، بس ما شاء الله هن أذكياء، ويعني إن شاء الله إنه هيك يكتبوا منيح يا رب. هون دخلت وهي استقبال رمومة لخالتها. شايفين يا بنات أنا خالي حنونة كتير. يعني وما بيزبط بهالبرد غير هالنوع من التدفئة. الصراحة كل فيديو اليوم عن التدفئة وكيف عم نعاني التدفئة بسوريا. بالبداية قمت لحضر فنجان قهوة، وهدول فناجين جداد اشتريتهم أنا وأختي من مدة، وهي أنا أول حدا بيشرب فيهون. هذا اللون عجبها لأختي، أنا عجبني اللون الأبيض اللي عليه وردات زهر، كتير لفت نظري، وإن شاء الله رح أرجع وآخده. وهي الضيافة المعتبرة. قال في ناس ما بتعرف تشرب قهوة أول ما تصحوا من الصبح، إنه فهموني كيف ما بتقدروا تشربوا قهوة؟ شو بدها تساوي القهوة، ولا شو رح تأذيكم القهوة؟ ما علينا يا صبايا، انبسطت بفنجان قهوتي وروقت غير الشكل. بعدين اضطريت اطلع، لانه متواعدة انا وجوزي اول ما يصحى يجهز زنزونة ونطلع. بدنا نشتري صوبة مازوت. الصراحة لأنه الكهرباء ما عم تجي، والغاز ما عم نلاقيه إلا بطلوع الروح، يعني التجار كلها محتكرين الغاز، وصعب إنك تلاقي غاز بهالفترة هاي. فقررنا نستبدل وسيلة التدفئة بصوبة مازوت. ونحن بطريقنا عم ندور على شي مناسب. لفتت نظري هي الحديقة يا صبايا، هي الحديقة كل طفولتي فيها. من أنا عمري 7 سنين كانت ستي الله يرحمها تجي وتجيبنا على هي الحديقة. هي الحديقة بمنطقة قريبة على سكن بيت جدي، بعيدة عن سكننا الحالي هلأ، وما قدرت إلا أنزل وتفتل فيها. ويزونا كمان يحب كتير إنه يطلع ويلعب، حتى هدولي من كانوا على زماني يعني. كتير انبسطت إني رجعت وشفتها. المهم قررنا نرجع وندور على مكان نشتري منه صوبة، لأن كل مكان عم نروح له منلاقي فرق بالسعر عن المكان التاني، فحبينا نتفتل وناخد أفضل سعر. الصراحة كتير بهالشغلة صعبة بسوريا أو بحماة يعني. صعبة فرق الأسعار، كتير صعب إنك تلاقي السعر مناسب، والسعر اللي بيرضي رب العالمين وبيرضي هالتجار. المهم رجعنا على البيت وبلشت عملية تجهيز وتركيب الصوبة. وأول شغلة عملناها جبنا المعدات لتجهيز التركيب، اللي هي قصدير سلوفان بشان نربط حوالين البواري. وهون جوزي الله يعطيه العافية قام بتركيبها كلها. ومع انه اول مرة حكالي انه اول مرة انا بركب صوبة لحالي، يعني الحمد لله بالنهاية تركبت وتمت العملية بنجاح. خلص تركيب من هون وراح عبى مازوت من هون، الحمد لله انه هي الشغلة متوفرة حاليا. وشوفولي على هالمنظر اللي بيرد بالروح، المنظر اللي كله دفى. يعني البيت السوري ما بيدفى الا بهذا النوع من الصوبات وبس. ضليت ساعة وأنا قاعدة أتأمل بمنظر النار. للأمانة ضلينا فترة يومين مقطوعين من الغاز، يعني كتير حاولنا ندبر وما زبطت. من هيك خلص أخذنا القرار إنه لازم نركب هي الصوبة. وبعدها قمت وجهزت فنجان قهوة لكافئ فيه جوزي وقل له الله يعطيك العافية. طبعا ما تزحزحنا أبدا من جنب الصوبة، ضلينا مشغلينها لآخر الليل. وبعدها كنت معزومة على سهرة عند بنت خالتي أنا وماما وأختي. كانت سهرة متأخرة وما حبيت روحها علي، تركت الولاد عند جوزي
انبسطنا كتير، كانت سهرة كتير لطيفة اجتمعوا فيها كل خالاتي، وكناين خالاتي كمان كانوا موجودين معنا. كل كم يوم نجتمع عند وحدة فينا لنقضي وقت مع بعض. وبالنهاية بتمنى سهرة سعيدة للجميع. يلا باي.